بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مسائل قدرات كمي منهج سعودي وينفع أي منهج. طبعا طالب القدرات ده المسألة عليها دقيقة واحدة، يعني أنت لازم توفر ثواني لمسائل تانية. يعني الحاجات السهلة دي، يعني مثلا المسألة الأولانية دي ما تضربش 4 في 7، لا 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 لا، أنت هتعمل كده 4 في 7 على كام؟ على 100 تساوي 7 على س أهي، 7 على س، شيل السبعة مع السبعة يتبقى لك هنا 4 على 100 تساوي 1 على س. طب ما هي ال100 فيها 25 4، يعني انت لو قسمت هنا على 4 وهنا على 4، يعني لو قسمت هنا على 4 وقسمت ال100 على 4 هتلاقي السين بتساوي 25 وتخلص وتروح للي بعديها، يبقى الإجابة هي دي. نخش على اللي بعديها. السؤال اللي بعديه طبعا ده سؤال أسس. هنا بيقولوا لي في الجسم بنطرح الأسس، يعني أنا المفروض أكتب 7 أس س، وبدل ما هي سالب 3 تبقى موجب 3 كده، واساويها ب7 أس 5. الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس، يعني معنى كده إن س زائد 3 بتساوي 5. طب ما تودي ال3 الناحية التانية، يبقى س بتساوي 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 بتساوي 2، يبقى الإجابة 2. تمام؟ طيب أنت بقى لو أنت ذكي ما تعملش اللي أنا عملته ده كله. 5 هنا ودي ناقص 3، بص بص بص، دي 5 ودي ناقص 3، اطرحهم من بعض، 5 ناقص 3 2 بس. خش على اللي بعده. ده فرق بين مربعين، بس انت خليك ذكي. العدد 213 والعدد 212 الفرق بينهم واحد، لو طرحناهم يطلع واحد، يبقى انت هتجمعهم بس. كمان مره 213 212 لو طرحناهم يطلع واحد، يبقى الحل هو الجمع، يبقى انت هتجمع 213 زائد 212، اعتقد هيطلعوا 425 425 اللي هي الاجابه دي اهو. 5 2 4. طيب خش على اللي بعده يا مستر، خش على اللي بعده. عايز الحد التالي في المتتابعة. طيب تعالى ما نذكر كده، ادي 5 وبعدين ادي 9 وبعدين ادي 15 وبعدين ادي 23 وبعدين ادي 33 وبعدين 45. هو عايز اللي بعده. هي هنا بتزيد ايه؟ هنا بتزيد 4 صح؟ وهنا بتزيد كام بقى؟ بتزيد 6، يبقى الأربعة هتزود عليها 2 6، يبقى اللي بعديها مفروض تزيد 8 اهو، 6 و2 8، وال8 نزود عليها 2 تبقى 10، يبقى كده، وال10 نحط عليها 2 تبقى 12، تبقى كده، تبقى تجمع 12 و45، 12 و45 اهو. تاني زادت 4، الأربعة أصبحت 6 زدنا 2، ال6 أصبحت 8 زدنا 2، ال8 أصبحت 10 زدنا 2، ال10 أصبحت 12 زدنا 2، يبقى احنا اللي بعديها هنزود 2 تبقى 14، يبقى انت هتقول 14 زائد 45، 14 زائد 45 اعتقد تطلع 59 اللي هي الإجابة دي.